ورقم 9 و10 غيّروا الدنيا بالنسبة لي. هاشارك معاكم 10 حاجات كنت أتمنى أي حد يقولها لي أول ما عرفت إن عندي ADHD، يمكن تساعدكم أو تساعد أي حد أنتم تعرفوه عنده ADHD. أنا زينة فرج Brain Health Coach، وده بودكاست Brain Talks with زينة. أول حاجة، أنت مش كسول. أكتر كلمة كنت باسمعها ولحد دلوقتي لمّا بييجي لي clients بيقولوا علينا إن إحنا كسولين، بس إحنا مش كده. الحقيقة إن دماغ الADHD شغالة طول الوقت، بس مش دايمًا في الاتجاه اللي الناس شايفاه مهم. إحنا مشكلتنا مش في الطاقة، مشكلتنا في التنفيذ والتنظيم. فعايزة أقول لك اوعى تلوم نفسك، دماغك محتاجة بس أدوات، لأن دماغك powerful، فيها قوة كبيرة تساعده إنه يشتغل صح. فأنت كل الحكاية محتاج أدوات تساعدك تشتغل صح. 2، التنظيم مهارة. معظم الناس فاكرة إن الناس المنظمين دول بيتولدوا كده، بس الحقيقة لأ، الحقيقة إن التنظيم مهارة بيتم التدرب عليها وتعلمها بالظبط. أي نظام بسيط مع ال ADHD هيبقى عصاية سحرية جدا يغيّر كل حاجة. يعني مثلًا لو في مكان ثابت للمفاتيح، نفس وقت النوم والصحيان، روتين صغير الصبح، كل دي مش رفاهية، كل ده أساس علشان دماغِك يهدى وأنتِ عندِك ADHD. رقم 3، القهوة مش علاج. أنا الحقيقة كنت فاكرة إن القهوة هي اللي هتنقذني من التشتت، وناس كتير بتشرب قهوة كتير علشان تركّز. هي ساعات بتدّي دفعة، بس ساعات تانية بتزوّد القلق وبتبوّظ النوم، خصوصًا لو شربنا كتير أو كمان شربنا بعد الساعة 14:00. القهوة مش حل، اللي ينفع فعلًا short breaks، نتحرك، نشغّل الtimers زي اللي اتكلمنا عليه وفي الفيديو بتاع التركيز، هاسيب لكم اللينك اهي. رقم 4، الدوا مش عيب. من أول ما بدأت أقرا عن الأدوية حسيت برعب، والناس كمان كلها حاسة برعب، بس الدوا مش عيب ولا وصمة، هو مجرد أداة زي بقية الأدوات، ممكن ينفع مع ناس، ممكن ما ينفعش مع ناس، وحتى لو مش مناسب ليكِ ففي مليون طريقة تانية، الروتين، النوم، التغذية، الحركة، المكملات الغذائية، المهم تلاقي المناسب ليكِ. النسيان عمره ما كان معناه إهمال. قد إيه كنت بالوم نفسي كتير جدًا لمّا بانسى حاجة مهمة، بس الحقيقة إن دماغ الADHD عندنا مشكلة في الshort term memory، ده مش إهمال. الحل بنكتب كل حاجة، في sticky notes، في الموبايل، في أي حاجة. دي حاجة كده بالنسبة لنا زي second brain أو الدماغ التانية أو الexternal brain لينا، تخلّينا دايمًا بنفتكر. رقم 6، الرياضة. الرياضة هتنقذ أعصابِك. أكتر حاجة الحقيقة بتفرق معايا هي الحركة أو المشي أو التمارين أو حتى الرقص، حتى اللعب مع الولاد والجري وراهم. الرياضة بتفرز الدوبامين، وده بالضبط اللي دماغنا محتاجه. جرّبي كده 10 دقايق حركة بعد الأكل، هتتفاجئي قد إيه تركيزِك بيتحسن ومودِك بيروّق. كنت باستغرب أوي لمّا الهنود بعد الغدا في الشغل بيروحوا يتمشوا حوالين الشركة شوية 10 دقايق، ما كنتش عارفة الكلام ده زمان. بس لأ، ال ال الحركة بتفرق في المود جدًا، جدًا وفي التركيز كمان. رقم 7، الروتين هو البطل الخفي. زمان كنت بافتكر إن الروتين مُمِل، ومع الADHD برضه كنت باحس إن إيه ده مُمِل جدًا وهازهق والكلام ده كله. لكن الحقيقة الروتين هو سر للADHD، كل ما بقى عندِك روتين، كل ما قراراتِك اليومية قلِّت، كل ما دماغِك وفّر طاقة. يعني مثلًا ممكن تفطري، تحددي الفطار بتاع الأسبوع مثلًا عندِك 3 حاجات هتختاري منهم، بس مش هتدخلي في دوّامة طَب آكل ده والّا ده والّا ده، طَب أعمل الفطار ده والّا ده والّا ده. نفس روتين مثلًا اللبس، نفس المكان بتاع تحضير الحاجات بتاعتِك، فاكرين الlunch bag اللي اتكلمنا عليها قبل كده، بتحطي فيها كل الحاجات بتاعتِك قبل ما بتخرجي؟ كل ما كانت الدنيا أبسط، كل ما بنفرّغ دماغنا وبنفضّي دماغنا لحاجات تانية أهم. رقم 8، to do list صغيرة. زمان كنت باكتب ييجي 20 حاجة كده عايزة أعملها في اليوم، وعايزة أعمل ده وده وده وده، وفي الآخر طبعًا زي ما أنتم عارفين ما كناش بنعمل حاجة. ولكن دلوقتي لمّا نكتب 3 حاجات بس ونخلّصهم، ده أهم حاجة في الدنيا، خلاص بنحس بالإنجاز. وعلى فكرة ممكن بعد ما نخلّص ال3 حاجات نحط حاجة تكميلية كده، بس على الأقل حسّينا بالإنجاز. وخلّوا بالكم إن الإنجاز القليل المستمر أحسن بكتير من إحباط لِستة طويلة ما اتعملتش. رقم 9، الtime blindness أو
عدم إدراكنا للوقت أو ما نحسّش بالوقت، إن الوقت بالنسبة لنا مش زي باقي الناس الحقيقة، ال10 دقايق ممكن نحسّهم ساعة، وساعة ممكن تطير كإنها دقيقة، وده بيخلّي الالتزام بالمواعيد تحديدًا عندنا تحدي جدًا، جدًا، فلازم نحُط timer في كل مكان، منبه مثلًا reminder في أي ساعة أو في منبه عادي على الموبايل، نحُط 30 دقيقة للميعاد بتاعنا قبلها بنُص ساعة، أنا علشان trick كده علشان أنا يعني ألحق مواعيدي، فأنا حاطة منبهات في كل حتّة، حاطاهم بمواعيد مختلفة، يعني في فرق ما بين كل منبه ومنبه 10 دقايق، وفي الغالب بانسى هو أنهي واحد المضبوط، وبامشي على أقل واحد فيهم، فبالتالي بيساعدني جدًا إن أنا ما أتأخرش. رقم 10 ودي مهمة جدًا، 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 عايزة أقول لِك أنتِ مش لوحدِك. أكتر حاجة وجعتني في البداية إن كنت حاسة إني لوحدي، الناس عندها نظرة غريبة للADHD، بس الحقيقة إن في آلاف حوالينا زينا، وفي ناس كتير، وفي ناس ما بتتكلمش عشان نظرة العالم. لمّا بدأت أسمع قصص الناس، وبدأت أشارك في إن أنا أكون جزء من تسهيل الحياة على الناس، حسيت براحة كبيرة جدًا، وبدأت حتى أتعلم منهم كمان حاجات عملية. مجتمع الADHD مليان دعم، دعم وضحك وقصص شبهنا، شبهي وشبهِك، فأنتِ مش غريبة أو أنت مش غريب، إحنا بس مختلفين، وده على فكرة عمره ما كان عيب. الخلاصة الADHD مش نهاية العالم، وده مش مرض، دي حاجة حلوة جدًا بس لو استخدمناها صح، لو فهمنا دماغنا صح وعرفنا إزاي نشتغل عليها. الحقيقة لو بقى عندنا manual جديد لطريقة دماغنا مش لازم يبقى زي بقية الناس، كل يوم هنتعلم أكتر عن نفسنا، وكل عادة صغيرة هنضيفها هتفرق معانا بشكل كبير. يالّا دلوقتي عايزة أسمع منكم إيه أكتر نقطة من ال10 حسيتوا إنها بتوصفكم، أو أي استراتيجيات tricks أو حاجة بتساعدكم شاركوها معانا في الcomments يمكن تكون سبب إن حد تاني يرتاح. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتشاركوا الفيديو مع حد لو مفيد بالنسبة لكم. وشكرًا، سلام برنس.